3 2 1 عالم الأحلام، المقنع المنقذ. أحيانا بيبقى الواقع أسوأ بكتير من الكذبة. كنت بخطط عشان أروح القصر وأدور على طفل أختي الصغيرة ملك، لكن لما تعرفت على عنبك منعتني وقتها من التهور وإني أتصرف بدون تفكير، وقالت لي أنت عايزاهم يقبضوا عليكي؟ ما ينفعش تروحي القصر قبل ما تكوني مستعدة وعارفة عنهم كل حاجة. وقتها قلت لها هو مش الأمير ده ابن الملكة؟ ليه عملت كده معه ومع أختي؟ قالت لي عنبك مش عارفة، هي طول عمرها ملكة معروف عنها شرها. سمعت مرة من أخويا قبل كده إن ابن الملكة ما يبقاش ابن الملك الحقيقي، ابنها الحقيقي مات بعد الولادة، لكن عشان تضمن إنها تكون الملكة والمتحكمة أخدت الأمير من أمه، ودي كانت جارية عندها وكانت لسه ما ولدتش طفل، ووقت ميلادته قتلت الأم وقالت للناس إنه ابنها الحقيقي. يعني عايزة تقولي إن الأمير ده مش ابنها الحقيقي؟ أيوة، لأنه لو كان الأمير الوريث الشرعي كانت السما اتلونت بقوس قزح طول السنة ووقت الترسيم للعرش، وما اتنقلتش الوصية للملكة وبقت هي الوصية على العرش دلوقتي. فسألتها طب ليه هي الوصية على العرش؟ ردت عليا عنبك وقالت لي لأنه لما تعرف إن الأمير مش الأمير الشرعي وقتها كان يوم موت الملك، فقالت إن الأمير الحقيقي الشرعي عايش ومخطوف وإنها لسه بتدور عليه. ساعتها قلت لها هو لازم الأمير الشرعي عشان يبقى الملك؟ ردت عنبك وقالت أيوة، لأنه لو الوريث فعلا عايش كانت السماء اتلونت بقوس قزح. فسألتها طيب دلوقتي مين الوريث الشرعي للمملكة؟ ردت عنبك وقالت ابن أخت الملك هو الوريث الشرعي. فهمت. بس معنى كلامك لو لقيت الأمير الوريث الحقيقي وقتها هتسيب أختي وجوزها وطفلها في حالهم، صح؟ ردت عنبك وقالت لي ممكن، ده لو الأمير الشرعي كان طيب مش شرير زيها، بس الكل متوقع إنه هيكون أسوأ من المملكة في الطباع. ليه كده؟ لأن ابن الأميرة اتخطف وهو صغير ومش عارفين اتربى ازاي أو ايه اللي حصله في السنين اللي فاتت، وكمان الملكة متهمة أمه الأميرة إنها قتلت الملك. يعني ممكن لو رجع واتفق مع الملكة هيبقى ضد أمه أو يكون ضد الملكة عشان اللي عملته مع الأميرة. بصي لسه مش متأكدين هو هيبقى في أي جانب، وفي الحالتين هتحصل حرب وخسارة. فردت مكة كده كده مش هينفع، هفضل مقيدة بالمستقبل اللي مش واضح خالص. ردت عنبك وقالت لي فعلا هتعملي ايه؟ بس انت قدرك كده. ساعتها قلت لها انت قلتي ان اخوك اتجنن بسبب الملكة، هي عملت فيه ايه؟ ردت عنبك وقالت لي اخويا كان متفوق في الجامعة، كان رئيس الطلاب، ولما مات الملك وقت توريث التاج للامير السما مش اتلونت بالوان قوس قزح، ومعنى كده عدم احقيته بالعرش. لما السما ترفض تتويج الامير يبقى ملوش احقية بالعرش. فقلت لها طب ايه اللي حصل بعد كده؟ جمع اخويا اصدقائه وعمل مظاهرات بيطلب فيها بخلع الامير والبحث عن الوريث الملك الحقيقي. وايه اللي حصل بعد كده؟ ردت عنبك وقالت لي حبسته هو وكل اصدقائه، وفضلوا الحراس يعذبوا فيهم لحد ما عقلهم طار. غريبة جدا. قالت لي عنبك ايه اللي غريب؟ العالم ده المفروض انه عالم الاحلام، وايه المشكلة في كده؟ رغم جمال العالم اللي تقريبا كله خيالي جدا بس صعب جدا وكله كوارث. ردت عنبك وقالت لي وقتها لأن مفيش حاجة كاملة، وكمان غياب الملك الحقيقي كارثة للعالم، لأنه كان في نبوءة وأنا صغيرة سمعتها من أخويا. إيه هي؟ إن المنقذ اللي هيظهر بعد موت الملك عشان ينقذ العالم من الانهيار. يعني إيه؟ ردت عنبك وقالت لي أول ما شفتك عرفت إنك مش من العالم ده، وفي احتمال كبير بعد ما سمعت مشكلتك
تكوني انت المنقذة اللي ذكرها اخي في النبوءة. المنقذة؟ ايوه. تعرفي يا عنبك انك غريبة جدا، لانك عندك 10 سنين بس، وانا بتكلم معاكي بحسك واعية وناضجة جدا عن باقي الاطفال اللي في سنك، وعارفة كل حاجة تقريبا. ردت عنبك وقالت لي السن مش مقياس للمعرفة. بعد اللي حصل لاخويا ومن وقتها وانا تقريبا المسؤولة عنه وعن البيت، لاننا ملناش حد غير بعض. اسفة لو كنت جرحتك، ولا يهمك، انا بخير دلوقتي. اختي، ما عنديش مانع بس بشرط. ايه هو؟ قبل ما تاخدي اي خطوة عرفيني قبلها، عشان لو هتبقي في مشكلة اقدر انقذك. واخوكي ده ما حاولتيش تعالجيه قبل كده؟ جربت كل حاجة بس مفيش حاجة نفعت. تاني يوم اتنكرت في لبسهم ورحت للسوق مع عمك واخوها، واشترينا مستلزمات البيت كلها. وجوه السوق سمعت قصص وحكايات عن المقنع المنقذ اللي بينقذ الشعب من طغيان الملكة السوداء. فسألت عمك مين المقنع المنقذ اللي الكل كان بيتكلم عنه ده. انا معرفوش شخصيا، بس هو فتى احلام كل البنات هنا في البلد، الوحيد اللي بيقدر يخالف اوامر الملكة ويكسر قوانينها. معقول في حد كده؟ اها. والملكة هتموت ومش عارفة عنه اي حاجة ومش عارفة تقبض عليه. يبقى انا لازم اوصله عشان اعرف مين هو واخليه يساعدني في انقاذ اختي. ردت عليا عمك وقالت لي يبقى انت لقيت الحل، بس اول حاجة لازم تعمليها انك توصلي للمقنع المنقذ. وده اوصله ازاي؟ معرفش، مستاهل اي حد يوصله. جبنا حاجات كتيرة للبيت وغالبية الحاجات دي كانت تخصني، وفجأة قام زنبك وسرق الزهرة واهداها ليا، وكان حواليا في كل خطوة من الطريق. وفضل الباعة اللي موجودين يطردوه عشان يبعد عنهم، وهو مستمر انه يخطف الاشياء ويهديها لي. ولما رجعنا للبيت عملنا الاكل مع بعض وعملنا حاجات كتيرة جدا برضو مع بعض. لكن لفت نظري هناك ان عندهم مكتبة مليانة بالكتب المختلفة والغريبة. فضلت اتصفح في الكتب دي واقراها لحد ما جه الليل. اتنكرت ورحت اكتر الاماكن اللي اخبرت عمك عنها، وهي الاماكن اللي بيظهر فيها البطل المقنع المنقذ، عشان اقدر اقابله. لكنه ما ظهرش وما قدرتش اقابله لحد ما عدى اسبوع، لحد ما قربت افقد الامل. لكن وقتها ظهر الحراس فجأة وانا راجعة للبيت ولمحوني، ولما قربوا مني وحاولوا يقبضوا عليا، ولحسن حظي وقتها ظهر المقنع المنقذ وانقذني وخطفني وطار بعيد. رحنا لأبعد مكان ما يقدرش الحراس يوصلوا له، وبعد كده سابني المقنع المنقذ في مكان آمن وقريب من البيت، وكأنه كان عارف أنا عايشة فين، وبعد بعيد. لكنه كان بيتكلم وبيقول لي كلام خلاني أحس بالحيرة وقتها، وحاول إن أوقفه. وقلت له استنى اسمعني. رد عليا المقنع المنقذ وقال لي مكة، ما تدوريش عليا تاني، أنا هجيلك في الوقت المناسب. بلاش تعرضي حياتك للخطر لحد ما اجيلك بنفسي. انت تعرفني وتعرف اسمي ازاي؟ انا عارف عنك كل حاجة. طيب استنى، انت رايح فين؟ انا محتاجة لك في موضوع ضروري، عايزاك تساعدني. جيلي وهو بيبص ليا بدون اهتمام وقال لي ده مش المكان المناسب مكة، روح البيت دلوقتي واوعي تدوري عني مرة تانية، انا هجيلك في الوقت المناسب. خدي بالك من نفسك كويس لحد ما نتقابل مرة تانية. تأليف مي جابر، أداء صوتي لمياء الوكيل.